ده عمرِك وأنتِ ما تعرفيش الوصفة الجميلة دي، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية وكمان موفّرة جدًا، جدًا. هتجيبي كده مجموعة من البرتقان، 10 برتقانات والّا حاجة وهترميهم كده في الفرن، وبجد الفكرة دي هتعجبِك جدًا وهتقومي حالًا تنفّذيها. بس دعميني بلايك جميل منِّك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تنوريني وتشرفيني وتشتركي في القناة وتفعّلي الجرس على الكل. أول فكرة معايا النهارده ولو عندِك شوية كده من إزايز الزيت الفاضية جمّعيها كده وهاقول لِك على فكرة بجد هتكسبي منها حسنات كتير جدًا، وكمان هتوفّر لِك مكان وهتنضّف لِك البيت وهتخلّي لِك الحتة زي الفل، وأهم من الموضوع كلّه إن أنتِ هتكسبي حسنات كتيرة جدًا. طبعًا إحنا عارفين مين اللي بياخد الأزايز دي، الأزايز دي إحنا لو جمّعناها هتعمل كركبة عندنا في البيت أو على السلم أو في أي مكان، فيا ريت تجمّعيها كده وهتيجي على النار هتوقدي البوتاجاز كده بتاعِك وهتجيبي وهتبدئي كده تسيّحي الأزايز دي، طبعًا الأزايز دي بتاخد مكان كبير جدًا، خدي بالِك الورقة دي ممكن تولّع منِّك، فحاولي قبل ما تحطيها على النار شيلي الورقة دي بكل سهولة هتتشال معاكِ، وهتبدئي كده تسيّحي كده الأزايز بكل سهولة ومش ما تخافيش مش هتلسعِك ولا تعمل أي حاجة، بس هي الفكرة هتبقى حلوة جدًا، جدًا وهاقول لِك إزاي دلوقتي، هتلمّيهم كلّهم كده عندِك في كيس مثلًا وهتقومي عاملاهم كده على عين البوتاجاز، هتحرقي إزاز الزيت الفاضية على عين البوتاجاز كده على النار بكل سهولة، وهاقول لِك دلوقتي برضه ليه. خدي بالِك طبعًا أنا كنت مسيطرة على الموقف يعني، الورقة دي برضه أنا كسلت أشيلها في الآخر، بس برضه رجعت شِلتها لإن طبعًا عشان ما تبهدلكيش المكان وتوسخ لِك البوتاجاز بتاعِك زي ما طبعًا باهدل البوتاجاز. هتيجي كده على الباسكت بتاعِك أو كيس القمامة وهتحطي فيه كل أزايز الزيت دي طبعًا كيس صغير كده وتربطيه وتحطيه في قلب كيس الكبير بتاع الباسكت، علشان طبعًا الناس يعني هينوبِك صواب وحاجات كتير جدًا هياخدوها يبيعوها وكده. وكمان ما تاخدش معاكِ مكان في قلب الكيس، ما تضايقكيش وأنتِ بتلمّي الباسكت بتاعتِك. هتجيبي كده شوية من البرتقان وهترميهم في فرن البوتاجاز ونرجع للفكرة الأصلية، الفكرة بجد دي جميلة والله وهتدعي لي عليها. هتجيبي كده شوية من البرتقان بعد ما تغسليهم كويس جدًا طبعًا وتجففيهم، وهتقيدي الشواية بتاعتِك أو الفرن بتاعِك على الهادي، وتجيبي القشّارة بتاعة البطاطس العادية جدًا القشّارة، وهاقول لِك ليه دلوقتي بلاش نقشّرها بالسكينة، هنقشّرها القشّارة زي ما أنتِ هتشوفي معايا كده، أنا عايزة القشرة الخارجية فقط. وطبعًا ضاع عمرِك بجد وأنتِ بترمي قشر البرتقان، قشر الأستفندي، القشور دي كلّها رهيبة جدًا، هاقول لِك على وصفات دلوقتي وحاجات جميلة هنعملها منها، وبجد، بجد فكرة حلوة جدًا وهتعجبِك وهتقومي حالًا تنفّذيها. طبعًا أنا باعمل بالقشّارة أو باقشّر بالقشّارة علشان خاطر مش عايزة القشرة البيضا اللي جوّه، أنا عايزة القشرة البرتقانية الجميلة اللي برّه. طبعًا أنا باقول لِك أنا هاسيبه كده ولمّا نيجي ناكله طبعًا القشرة البيضا دي محافظة على البرتقان بتاعِك بكل سهولة مش ولا أكنِّك عملتِ فيه حاجة يعني. هتجيبي كده صينية كبيرة أو صينية صغيرة حسب الكمية اللي موجودة عندِك، وهتلمّي قشر البرتقان اللي أنتِ قشّرتيه كلّه بكل سهولة، وتلمّي بقى البرتقان بتاعِك كده وتحطيه على جنب، وناخد القشور بتاعتنا الجميلة اللي ريحتها قلب البيت. طبعًا زي ما أنتِ شايفة أنا قايدة الفرن من ساعتها وهتحطيها كده على نار هادية من تحت ومن فوق، بس خدي بالِك أول ما الفرن يسخن كويس اطفي من فوق وسيبي الفرن قايد من تحت، لو الفرن بتاعِك بإيد من الجناب بس إيدي من الجنبين وعلى نار هادية جدًا، وكل فترة قلّبيه، قلّبيه كده بكل سهولة، قلّبيه هيبدأ يدبل معاكِ، ياخد تقريبًا من نُص ساعة لساعة إلا ربع. في ناس هتقول لي طب ما أنا ممكن أستغنى خالص عن الفرن وأعمله في أي مكان تاني، براحتك جدًا، ممكن ينفع في الair fryer ممكن ينفع في الشمس لو عندِك المكان فيه شمس قوية جدًا، بس هو فعلًا محتاج حاجة قوية، يعني حرارة قوية، شمس قوية، أو نار الفرن زي ما أنا بصراحة أنا عملته في الفرن زي ما أنتِ شايفة كده، دي التقليبة التانية. وهارجع تاني بقى زي ما أنتِ شايفة كده خلاص بدأ يدبل معايا أهو، وأول ما تمسكي القشرة كده وتبدأ تكسر معاكِ، أول ما تبدأ تكسر خلاص هو كده بدأ خلاص في التسوية اللي إحنا عاوزينها، وأول خلاص كده اتكسر تمام زي الفل، كده تمام. خلاص برضه هاسيبه شوية كمان وهاطلّعه برّه الفرن ونرجع ندخّله في الفرن تاني حوالي مرتين، ومش هياخد منِّك وقت كتير، بس الفكرة بجد هتدعي لي عليها لو نفذتيها. كده خلاص بقى خلاص أنا هاسيبه شوية وهارجع أورّيكِ تاني، خلاص ده
طبعًا بعد ما نشف خلاص واللهم بارك بقى زي الفل، خلاص كده هتجيبي المطحنة بتاعتِك، طبعًا ما ينفعش في المطحنة الصغيرة دي، جه في الكبة الكبيرة، ابدئي كسّري بقى، خدي بالِك من إيدِك طبعًا لإنه ممكن يعورِك. طبعًا حاولت إن أنا أعمله في الكبة دي، ما نفعش إني أعمله في الكبة الكبيرة. هتبدئي تطحنيه كده زي ما أنتِ شايفة، أنا عايزاه يتطحن ناعم جدًا. هتقولي لي طيب في بعض منهم كده بعد ما نطحنه مش هيكون اتطحن جامد، حاولي تطحنيه على قد ما تقدري، وترجعي تاني لو في جزء منه ما اتطحنش معاكِ بالشكل ده، هارجع كده وأحطه في صينية تاني وأدخّله الفرن. وهو ده البودر بقى الخطير اللي طلع من قشر البرتقان التحفة الجميل جدًا، جدًا، مليان فيتامين سي، ريحة البيت عايزة أقول لكم رهيبة جدًا، جدًا، اللون الكاميرا ظالماه. طب هينفع في إيه؟ هينفع في تنضيف الطيور، بالذات أمّا تيجي تنضّفي أو تنقعي البط، الفراخ، الحمام، الحاجات دي كلّها بيشيل ريحة الزفارة خطيرة جدًا. لو حطيتِ منه معلقة صغيرة على الكيك بتاع البرتقان، أكنِّك عاملاه برتقان صافي. تبدئي تجمّعي بقى الكمية كل مرّة ما تجيبي برتقان تعيني هتعملي مثلًا برطمان كبير هينفعِك طول الصيف في حاجات كتيرة جدًا. لو أنتِ عاملة عصير برتقان، لو أنتِ ما عندكيش عصير برتقان وعايزة ولادِك يشربوا عصير برتقان، هتاخدي معلقة من الخليط الجميل ده أو القشور دي وهتقلبيها في كوباية وتحطي لهم سكر وتصفّيه عشان بعض القشور الخفيفة اللي هتطلع منه، لكن عصير طازة أقسم بالله أحلى من أي عصير جاهز، هيبقى حلو جدًا وكفاية ريحته ومليان فيتامين سي. وكمان ينفع في الماسكات، حلو جدًا، جدًا. هاقول لِك دلوقتي على فكرة وحيلة بجد كتير مننا بنتعرّض للمشكلة دي خصوصًا في أيام المدارس والدروس، طبعًا ولادنا طول النهار ربنا يعينهم يا رب مطحونين في الدروس والمدارس والبهدلة، كوتشيات طبعًا بتكون متدمّرة، وكمان ريحة الكوتشي بتكون صعبة جدًا من طول النهار الولاد لابسين الكوتشي، ومهما تنضّفيه طبعًا بيتبهدل، لو حطيتيه في الغسالة بيتبهدل. هاقول لِك دلوقتي إزاي تلمّعي الكوتشي، وكمان إزاي بكل سهولة تشيلي أي روايح موجودة جوّه الكوتشي بتاع ولادِك أو بناتِك أو حتى زوجِك أو أنتِ لو أنتِ بتتعرّضي إن أنتِ بتخرجي فترات طويلة. هتجيبي كده قطعة من معجون الأسنان وأي فرشة أسنان قديمة وتبدئي تلمّعي بيها بكل سهولة، خصوصًا كمان لو الكوتشي أبيض أو أي جزء في الكوتشي يكون أبيض. بجد كده هتحافظي على الكوتشي والنتيجة هتبهرِك جدًا، جدًا، جدًا. بكل سهولة تمسكي كده أي فرشة أسنان قديمة عندِك، قطعة صغيرة من معجون الأسنان وشوية مَيّة صغيرين جدًا، وتبدئي كده بكل سهولة. لو الاتساخات قوية جدًا، شوية من كلوركس الألوان طبعًا اللي إحنا عاملينه في البيت وعملته معاكم قبل كده في القناة، حلو جدًا وموفّر وكمان اقتصادي جدًا، جدًا، عشان طبعًا المقاطعة اللي إحنا عاملينها. طبعًا خلاص كده أرضية الكوتشي بقت اللهم بارك زي الفل، رجعت تاني جديدة. طب قولي لنا إزاي بقى ريحة الكوتشي بترجع جديدة تاني، أو ريحة الكوتشي اللي هي البكتيريا والميكروبات اللي بتكون موجودة جوّه الكوتشي بتعمل ريحة فظيعة. كل يوم أول ما ولادِك ييجوا طبعًا أكيد يعني كل يومين كده بتشمّسي الكوتشي في قلب الشمس، هتجيبي معلقة من كربونات الصوديوم أو البيكربوناتو وهترشيها في قلب الكوتشي كده كل يوم بالليل، وهتخلّي المعلقة دي معلقة صغيرة في الفردة دي ومعلقة صغيرة في الفردة دي، وطبعًا هتمشّيها في الكوتشي كلّه، حاولي تخلّيها تتداخل يعني جوّه الكوتشي كلّه في كل الأماكن. وبعد كده هتعيني الكوتشي للصبح في قلب الجزامة مثلًا أو في المكان اللي أنتِ بتعينيها فيه، إن شاء الله بفضل الله البيكربوناتو أو كربونات الصوديوم هتمتص كل الروايح وكل البكتيريا هتقضي عليها، ويرجع الكوتشي تاني ريحته حلوة وكمان الولاد ما يتضايقوش منه، وما تخافيش البيكربوناتو مش هتعمل في رجليهم أي